في ناس لما تشوف حد ناجح تقول محظوظ، وفي ناس تانية تقول هو أكيد عنده فرص مش عندنا. لكن الحقيقة النجاح عمره ما كان صدفة ولا بيحصل بالصدفة. النجاح سلسلة من اختيارات صغيرة واتخاذ قرارات صعبة وإصرار يوم بعد يوم، حتى في الأيام اللي محدش شايفك فيها. النجاح مش لحظة، هو رحلة طويلة مليانة تعب، شك، خوف وتجارب كتير. بس اللي بيوصل هو اللي بيكمل، مش اللي بدأ بس. في علم النفس التحفيزي في مصطلح اسمه جروث مايند سيت أو عقلية النمو، وده معناه إن الشخص الناجح مش بيشوف الفشل نهاية، بل بيشوفه تجربة هيتعلم منها. الفرق بين اللي بيوصل واللي بيقف مش الحظ، الفرق هو ازاي بيشوف العقبات. في مقولة شهيرة بتقول الفرصة مش بتجيلك، انت اللي بتخلقها. وده حقيقي جدا، لان كل خطوة صغيرة بتعمليها النهاردة بتقربك خطوة من حلمك بكرة، حتى لو مش باين دلوقتي. خدي مثال بسيط، اي انسان ناجح في الفن او الشغل او حتى في علاقاته اكيد مر بسنين محدش كان شايف فيها غير مجهوده. الناس بتشوف النتيجة مش الرحلة، بيشوفوا التتويج مش التعب اللي وراه. علم الأعصاب كمان بيقول إن العادات اليومية الصغيرة هي اللي بتكون النجاح الحقيقي، مش اللحظات الكبيرة. بمعنى إن كل مرة اخترتي تكملي رغم التعب، كل يوم قمتي بدري، كل يوم ركزتي بدل ما تضيعي وقتك، العقل كان بيتبرمج على الاستمرارية. وده بالظبط اللي بيصنع الناجحين. مش مهم تكوني أسرع، المهم إنك تفضلي مستمرة، لأن اللي بيبدأ بسرعة ممكن يوقف بسرعة، لكن اللي ماشي بخطى ثابتة بيوصل دايما. في ناس هتقلل منك، وفي أيام هتشكي في نفسك، في لحظات هتحسي إنك بتتعبي من غير نتيجة. بس لو وقفتي دلوقتي عمرك ما هتعرفي كنت قريبة قد إيه من هدفك. النجاح مش ضربة حظ، هو نتيجة قرارات واعية وصبر طويل وإيمان بنفسك لما محدش آمن بيكي. افتكري دايما إن النجاح مش صدفة، لكنه كمان مش سهل. هو محتاج وقت، ومحتاج إنك تصدقي إنك قادرة حتى لما الظروف تقول غير كده. كل حاجة حلوة في الدنيا بدأت بخطوة، وانتي كمان تقدري تبدأي دلوقتي، مش بكرة، مش بعدين، دلوقتي.